من 15,000 سنة البشر ابتدوا يتحولوا من صيادين ومجمعين نباتات، أو زي ما بتسميهم أنت يا خريج AUC هانتر جاذررز. بدأوا يعرفوا الاستقرار، ومع الاستقرار هنبني عشش، والعشة بتتطور عشان تبقى من عشة لخيمة لهيكل لمنزل لقلعة لسراي لقصور وغيرها. منزل جنب منزل يعملوا قرية، وقرية جنب قرية يعملوا دويلة، ودويلة جنب دويلة تعمل دولة، ودولة تبقى مملكة، ومملكة تبقى... المهم يعني اللي يخصها من العملية دي إن من متوسط 7,000 سنة البشر بدأوا يخططوا المنازل بتاعتهم بيبقى شكلها عامل إزاي من قبل ما يبنوها، والعلم ده فضل يتطور ويتطور على هيئات كتير. والنهاردة هنتكلم عن أحد الهيئات دي، قسم ديكور وفنون جميلة. معلومة يمكن تكون جديدة عليك، إن فنون جميلة مش مقتصر على الجانب الفني بس. أقسام زي جرافيك وتصوير ونحت اللي بنرمز لهم بفنون عام اللي سعادتك بتمر بيها يا طالب الإعدادي، في جانب مهم برضو قوي وهو الجانب الهندسي المتمثل في قسم عمارة وقسم النهاردة قسم ديكور. هي ميكس 2 in 1، فبالتالي احنا يعتبر مهندسين وفنانين في نفس الوقت، فدي أكتر حاجة تعتبر بتميزنا في ديكور. قسم ديكور عموما بيركز على حاجتين معينين. انت يا اما بتتخصص يا اما في عماره داخليه وتشتغل بقى في شقق او مكاتب او حاجات كده وتشتغل في شركات معينه، او لو انت حابب المجال الحته الفنيه اكتر ممكن تخش سينوغرافيا تشتغل في الاعلانات، تشتغل في الافلام مسلسلات بقى وكادرات والحاجات اللي احنا بنشوفها وبتبقى عجبانا دي، وممكن تشتغل برضه في المسرح بقى وديكورات المسرح والازياء والحاجات دي. هو قسم ديكور معروف اصلا ان هو الجوكر بتاع الكليه، يعني هو اللي بيجمع بين فنون، اقسام بتاعت فنون وقسم عماره، لان احنا بناخد يعني جزء شويه هندسي مع جزء شويه الوان ورسم وكده. زي مثلا عماره مثلا داخليه اللي هي في ديكور بتبقى مايله اكتر للهندسه، يعني مواد هندسيه اكتر، تشطيبات داخليه يعني من الاخر. تعبيريه لا، مايله للفنون اكتر، يعني فيها بقى ممكن تبقى كمان شبه تصوير اكتر شويه بالالوان بقى بالملامس بكل الكلام ده يعني. وفي حته العماره يعني بياخد منها جزء كبير بس في العماره الداخليه، عكس عماره بيبقى مهتم اكتر بالانشاءات والتفاصيل والحاجات بتاعه المبنى الاساسيه. يمكن احنا بنهتم بالجانب الجمالي اكتر او الجانب الفني اكتر. وطبعا متطلبات تانية زي مثلا طالب أدبي ما يقدرش يدخل قسم عمارة أو قسم ديكور. أنا هنا بتكلم عن فنون جميلة الزمالك، لأن في فنون جميلة اسكندرية بتكون قادر تدخل قسم ديكور من أدبي عادي. وبالحديث عن فنون جميلة اسكندرية خلينا أقول حاجة. تخيل ترمي ابن بلدك للغريب ينهشه في لحمه، اخص كانش العشاء. وفي نفس الوقت طلبة ديكور مش بيدخلوا اعدادي زي طلبة فنون عادي، من ساعة ما بيدخلوا الكلية بيبدأوا ديكور وبيكملوا لحد ما يخلصوا ديكور. كنت متوقع الاقي مثلا ان في ناس ممكن او الدكاترة هيعلمونا اكتر، هاخد معلومات اكتر، فاكتشفت لا، انت لازم تجيب المعلومة بنفسك، لازم انت تحاول بنفسك، لازم انت تجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما المشروع يظبط معاك بنفسك. المشروع ده ممكن اعمله ازاي؟ اعمله بطريقتي انا ازاي، مش بطريقة الدكتور ازاي. ديكور بحس ان هي بتعلم حاجات كتير قوي. يعني انا مثلا عن نفسي حاسه ان انا ملمه بمعظم الاقسام مثلا في الكليه او كده، فحاسه ان لو حد حابب ان هو مثلا يتعمق في كل حاجه، حاسه ان هو ممكن ديكور. يعني مثلا تعبيريه بتبقى واخده حاجات من انيميشن، واخده حاجات من جرافيك، واخده حاجات من تصوير. مثلا عماره داخليه بتبقى واخده من عماره زي ما انا قلت، ولسه يعني بتبقى اول سنتين بنبقى عام، يعني بنبقى ديكور عام، وبعد كده بنبتدي نتخصص بقى. فاول سنتين دول بيعتبر بناخد فيهم كل حاجه. في ماده اللي هي الاساس بتاعت اصلا قسم الديكور، فهي ماده تصميمات. ماده التصميمات بتركز انها تعلمك الاساسيات، الحاجات اللي انت هتحتاجها اصلا للشغل بتاعك. فسواء بقى انت دخلت عماره داخليه هتاخد مثلا مشاريع زي تصميم لشقه معينه او تصميم لفيلا او تصميم لكافيه حاجه كده. لو دخلت سينوغرافيا بيبقى عندك بقى مثلا تصميم لخلفيه مسرح، تصميم حتة الوان اكتر. يعني انت داخل بتعلم نفسك بنفسك، فبالتالي هو مفيش حد هيعلمك حاجه، هم بس هيوجهوك وهيقولوا لك في مشروع كده ولازم تعمل كده، هتعملها ازاي؟ حلها من عندك. عدد الطلبة قسم ديكور بيتراوح ما بين 200 و 300. ومعلومة على الهامش، قسم ديكور فوق. لا انا مش بجامل، قسم ديكور فوق فعلا. انت بتاخد تمرين رجل وانت طالع. انا من ساعه ما دخلت الكليه دي ومفيش غير زنقه مشاريع بس، يعني هي عباره عن زنقه مشاريع، مش في ديكور بس، في كل حاجه. اي حد معدي انت مالك؟ عندي مشروع. انت زعلان ليه؟ عندي مشروع. جاي ليه؟ عندي مشروع. يعني بس معتمده قوي قوي على السيلف ليرنينج، ان انت لو مش بتشتغل على نفسك فانت هتضيع. لازم
اول باول، وتتابع مثلا ناس برضو في المجال، تشوف برضو الدنيا ماشيه ازاي، لان الدكاتره مش بتديك كل حاجه، الدكاتره بتديك يعني بس لاينز كده، وانت بقى اللي تقعد مع نفسك بقى تدور وتشتغل وكده بقى. اللي بيفكر يخش الكليه وخصوصا قسم ديكور، انت لو ثانويه عامه مثلا، انت المفروض تبدا اصلا في المشاريع من دلوقتي عشان تلحق تخلص. اوكي، تخش انت المفروض بتعرف تعمل كذا وكذا وكذا. اكيد في ناس بيعرفوا يعملوا الحاجات دي احسن منك بكتير، بس ده عادي، مع الوقت كله بيتطور. يعني هيجي وقت ومستوياتنا كلها تبقى قريبه من بعض. اكتر حاجه مش بحبها في القسم طبعا هي درجات القسم. يعني قسم ديكور من اقل، يعني تقريبا ما كانش اقلهم، اقل قسم في الدرجات، ان التقديرات بتاعتنا قليله مش عاليه خالص. يعني احنا اللي بيعدي بنقول الحمد لله. انصحك تستمتع بكل لحظه، عشان بجد اي حد بيقول ان هتدخل الكليه هتبقى ضغوطات ومعرفش ايه، هو في ضغوطات وفي مشاريع كتير، بس بجد هي لحظات بجد حلوه قوي. وفي المشاريع هتعرف ان القعده بتاعت ال10 ساعات تنفيذ دي بجد هي ممتعه جدا، رغم ان انت بتبقى مضغوط فيها وعايز تخلص تحت ايدك، بس بجد القعده في الاتيليه مع صحابك والفايبز اللي بتحصل وكده هي بجد حلوه قوي. دي رساله لاي حد في اعدادي، استمتع باول سنه عشان تاني سنه هتبداوا بقى مشاريع اكتر فاكتر. ورساله لطلب الديكور، ما يجيش معاك انك بقيت مهندس ولا دكتور، لا فوق لنفسك، انت اخرك تبقى نقاش في العبور. الناس بتتهمني ان انا بتعنصر تجاه الاقسام، ما يعرفوش ان انا بتعنصر على الشعب اللي معايا في جرافيك، وانا من موقعي هذا بندب اي حد مش في فنون جميله عام. يعني دلوقتي بنشوف اللي في ثالثه ورابعه ان هو بنتفاجئ ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، احنا عايزين نبقى كده، انتوا ازاي وصلتوا لكده؟ بيقول لنا لا فعلا انا اصلا اتعلمت بنفسي واشتغلت كتير واتمرنت وعملت وغلطت. في الاخر بيوصل للي احنا شايفينه ده، فاللي احنا بنقول احنا نفسنا نبقى زيكم، فيقول لا اتعلم واشتغل بايدك كتير واعمل انت بنفسك، هتجيب فعلا المستوى ده واكتر. فالابداع بتاعهم فعلا في تصميماتهم وشغلهم عالي جدا. مميزات ديكور كمان، وان محدش عنده الحاجه دي. عم محمد ده الاب الروحي بتاع ديكور، اكتر حد بيشجعنا، اكتر حد بيبقى مستنينا الصبح بيصبح علينا احلى صباح. يعني يمكن الواحد بيبقى جاي مكتئب ومضغوط، بيشوف عم محمد خلاص هو تمام قوي. عم محمد ده توب التوب، والباقي كان طلب شخبط على الكلام. شكر خاص للمهندسين اللي طلعوا معايا في الفيديو. في الختام ما تنساش تعمل لايك وشارك الحلقه عشان توصل لاكبر عدد من الناس، ولو عايز تعرف اكتر اعمل سبسكرايب وتابعني على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الختام انا عبد الرحمن يسري، واهلا بكم في يسري الوثائقيه.